كيبدا الفيلم ديالنا بواحد 4 الأصدقاء مخيمين في الغابة ومدوزين وقيتة زوينة مع بعضياتهم. في نفس الوقت خرج ليهم واحد القتال وضرب البنت بسهم من راسها وقتلها، وصحابها مخلوعين وما عارفينش اش واقع، ودخلوا الغابة كيجريو. القتال مشى يكمل عليها وياكلها، وواحد كان راجع وهز الحطب وكيبان عليه ما عارف والو. القتال استغل الفرصة وضربو بسهم لكتفو وبقى تابعه وكيقلب عليه في الغابة، وفي الاخر قبطوه وضربوا بواحد الرمح لراسو وقتلو. من جهه اخرى كنشوفوا واحد باقي كيجري في الغابه وبالغلط عفط على واحد الفخ وقسمو طراف طراف. ومن بين هاد 4 الأصدقاء اللي دخلوا الغابة قدرت غير أليكس تهرب من القتالة وتخبى. من بعد كنتقلوا لواحد الحبس كبير عامر بالمجرمين والقتالة، وكنشوف واحد جوج كيهضروا مع بعضياتهم واللي هما فلويد وتشافي، وكنعرفوهم دابزين وحتى واحد ما كيحمل الاخر. ومن جهه اخرى كنشوفوا البوليسي والتر كيعاود لصاحبو نيت بانهم جاتهم اوامر باش ينقلوا واحد ال5 د المجرمين من الحبس بسبب انهم ساقوا الخبر باغيين يهربوا. البوليس تجمعوا وكيهضروا بيناتهم وعرفوا ان تشافي رئيس العصابه، وان الجروب ديالو من بعد ما عرفوا ما ينقلوه يديروا لي في جهدهم باش يهربوه. في نفس الوقت كنشوفوا واحد البوليسيه كتعاود للعمده بان واحد 4 الأصدقاء خرجوا يخيموا في الغابه وما رجعوش، واكد عليها العمده بانه غادي يمشي للغابه ويقلب عليهم. في هذا الوقت البوليس هزوا المجرمين وطلعوهم في الطوموبيل اللي غادي ينقلوهم بها. قبطوا الطريق وكان والتر ونيد هما المسؤولين على المجرمين. وفي الطريق نيد كيعاود لولتر انه طلع ليه هذا الروتين في راسه وما كراش حتى هو يكون عنده الفلوس ويدور ويتسارى العالم. وفي الليل قرروا يرتاحوا ويزوروا صاحبهم العمده. ومن جهه اخرى كنشوفوا القتاله كيقادوا في الفخ لاي واحد يدوز من الغابه. في نفس الوقت البوليس ودعوا العمده وشدوا طريقهم للحبس، وكيشوفوا واحد الطوموبيل مبرسطاهم، وكنعرفوا ان القتاله هما اللي سايقينه وقدروا يلوحوا ليهم واحد السلك د الحديد، وبسببها الطوموبيل البوليس دازت فيه وطرطقات الرويضه وما قدروش يسيطروا على راسهم وطاحوا من فوق واحد الجبل. وكيجي القتال ويبقى يطلع عليهم باش يتاكد واش ماتوا ولا لا. من بعد البوليسي يهبط وفتح الباب وكيخرج في المجرمين، وقدر تشافي يضرب البوليسي ومع بغى ياخذ ليه السلاح كيلقى البوليسي هاز عليه السلاح ومهددو. وفي نفس الوقت كيضربوا القتال بموس العنقو ويقتلوا، والمجرمين سحاب ليهم العصابه ديال تشافي هي اللي دايره هادشي. تشافي هدد البوليسي بانه غادي يقتلوا الا ما عطاهم السوارت يفكوا راسهم، وعاود ليه نيد بان السوارت في الطوموبيل وان الطوموبيل مقلوبه وتقدر تطرطق في اي وقت. وهددوا تشافي بانه غادي يقتلو هو وصاحبه والتر الا ما جابش السوارت. نيد تحرك للطوموبيل ولقاها كامله شاعله فيها العافيه، وقدر انه يصاحب والتر ويهرب قبل ما تطرطق الطوموبيل. نيد رجع وعاود لتشافي انه عارف واحد البرج في الغابه وانه فيه بزاف الحوايج اللي يقدروا يعاونوهم. وقرر تشافي ما يقتلوش ويديه معاه. وهما في الطريق هجمت عليهم واحد البنت وبغات تقتلهم، وكنعرفوا ان هاد البنت هي اليكس اللي هربت من القتاله وتخبات. وقدر نيد يهدنا ويعاود ليها انهم براسهم واحلين، وشرحت لهم اليكس بان الغابه عامره بالقتاله وانهم قتلوا ليها كاع صحابها وكلاوهم. كملوا طريقهم من البرج ولقاو واحد الطوموبيل مقلوبه، وتشافي هدد البوليسي باش يمشي يقلب في الطوموبيل ولا يقتلو، وخايف لا يكون شي واحد داير له نفخ. البوليسي يدخل وقلب ولقى واحد الفردي وهزو عطاه لصاحبه والتر. وتشافي لقى واحد السيكان عامرين فلوس وعيط للجروب كامل وجمعهم وهددوهم باش كل واحد يهز 2 سيكان الفلوس. وبسبب ان والتر مضروب في يده ما قدرش يهز السيكان الفلوس وبغى يغدر تشافي ويقتلو، ولقى السلاح خاوي ما فيهش القرطاس. وقرر تشافي انه ما غاديش يرحمه وهز السلاح وقتل به البوليسي. كملوا طريقهم وكانت اليكس غادي تعفط على واحد الفخ وتموت، وقدر البوليسي يعتقها في اخر اللحظه. وفي نفس الوقت كيخرج لهم واحد القتال وكيهجم عليهم، وقدر تشافي يضربه بالسلاح ويقتله. وكنعرفوا ان هذا القتال اللي مات هو نفسه القتال الصغير اللي كان عاد تولد، وداوه واحد العائله القتاله ورباوه. وباش يبين لهم تشافي انه ما مخلوعش منهم قطع الراس القتال الصغير وعلقوا ليهم. من بعد كنشوفوا القتاله وهي كتقلب قدرت تلقى الراس د ولدها مقطع، ووعداتو باش تنتقم ليه وترجع ليه حقه. من جهه اخرى البوليسي دا تشافي للبرج، وفي طريقهم لقى تشافي واحد السوارت معلقين، ومع خداهم دفعوا واحد من المجرمين وعاود ليه انه فخ، ولكن كان فات الفوت والضربه جات فيه وقتلاته. من بعد تشافي هز الموس وبدا كيقطع في رجل صاحبه اللي مات وداها معاه باش ما يبقاش مربوط فيه ويعطلو. في هذا الوقت كانت البوليسيه مصدعه العمده بانه شي حاجه كتوقع في ديك الغابه من بعد ما خرجوا دوك الربعه يخيموا في الغابه وما رجعوش. ودابا فقدوا التواصل مع نيد وولتر اللي مسؤولين على المجرمين وما عارفينش اش وقع ليهم. واكد ليها العمده بانه غادي يهز طونوبيلتو ويتحرك للغابه باش يقلب عليهم. في نفس الوقت تشافي وصحابه قدروا يلقاو واحد الدار قديمه، وفلويد هز واحد المنشار وقطع السلسله اللي في رجلو وعطاه لصحابو في كراسهم. وهما غاديين لقاو واحد الطوموبيل حداهم وخايفين لا يكون شي واحد داير لهم فخ. تشافي قبض واحد من صحابو وهددو
باش يمشي يقلب ليهم الطوموبيل ويشوف شنو فيها، وكان غادي متوتر ومخلوع. ومع قرب من الطوموبيل صيدوا واحد من القتاله في الفخ ولوى عليه واحد السرق الحديد وبقى مجرجرو في الارض حتى قتلو. من بعد كملوا طريقهم وتابعين البوليسي باش يديهم للبرج. وفلويد كان طالع عليه تشافي في راسو هو الاوامر ديالو، وبسبب انه تيكرهو هجم عليه وبغى يقتلو، وبقاو مدابزين ومنوضين بيناتهم وضربه من هنا وضربه من هنا. والبوليسي واليكس استغلوا الفرصه بانهم مدابزين وهربوا بحالهم، وقدر تشافي يعطي لفلويد قتله د العصا ويسلخو وخلاه مرمي في الارض وما بغاش يقتلو، وهددو انه رحمو هاد المره والا عاود لقاه كيدور حداهم غادي يصفيها عليه. في هذا الوقت العمده وصل للغابه وكيهضر مع البوليسيه باش تعطيه الاحداثيات. في نفس الوقت تشافي حصل البوليسي في الغابه ونقز عليه وهجم عليه وكان يقتلو حتى لاخر لحظه وتفكر البرج. وهددو تشافي الا ما وصلوش للبرج من هنا ساعه غادي يقتلو. وبسبب الخلعه قدر البوليسي يوصل تشافي للبرج وكيتصدم ملي كيلقاه كامل محروق وطايح، وعرف ان البوليسي كان غير كيضحك عليه ويعطلو على ما يوصلوا البوليس ويعتقوهم، وهز الفردي باش يقتلو. وفي نفس الوقت كينقز عليه الكلب ديال العمده وكيجي العمده براسو كيهدد تشافي. في نفس الوقت كيسمعوا صوت القتاله كيغوتوا وكيهزوا واحد الرمح ويضربوا به العمده لراسو ويقتلوه. ومن جهه اخرى فلويد كان عاس عليهم واستغل الفرصه وسرق لتشافي كاع الفلوس اللي كانوا مخبيين، ومشى للواد وبقى كيهز الفلوس ويلوحهم فيه باش ينتقم منه. وتشافي كيوعدو انه الا قبضوا هاد المره ما غاديش يرحمو وانه غادي يقطعوا طراف طراف. وقدر واحد القتال يضرب فلويد ويشعل فيه العافيه والفلوس. وتشافي وصحابو لقاو راسهم محاصرين من القتاله وباغيين يقتلوهم، وتشافي هز سلاحو وهدد اليكس باش تمشي لعندهم والا غادي يقتلها. القتاله هزوا اليكس وهربوا بحالهم، والبوليسي معصب وباغي يمشي يعتقها وهز عليه تشافي سلاح وهددو. ولكن هاد المره غدر به صاحبو براند وضربو غيبو وخدا ليه السلاح وخلاوه مليوح في الغابه. وقبل ما يتحركوا باش يقلبوا على اليكس عاود ليه براند باش يتفرقوا ويقلبوا لربما يلقاوها بالزربه. وكنعرفوا انه داير هادشي كامل غير على ود الفلوس اللي مخبيين. ومن جهه اخرى كنشوفوا القتال كيعدف اليكس ومدخلها لواحد الدار وكتصدم ملي كتلقاها كامله عامره جوجات وكيعذبوا فيها الناس. كنرجعوا للبوليسي وكنلقاوه كيعطي الحوايج د اليكس للكلب د العمده باش يشمهم ويعرف البلاصه اللي فيها. في نفس الوقت تشافي كان مخبي وكيتسنى في براند وعارفوا انه غادي يجي يسرق الفلوس، وقدر تشافي يضربو ويغيبو. وفي هذا الوقت كيلقى القتاله اللي قتل ليها ولدها وقطع ليه راسو وعلقو، وعاود ليها تشافي بانه شحال هو كيتسنى هاد اللحظه. وفي الاخر هز سلاحو باش يقتلها وكيلقاه خوا وعرف انه في ورطه. هجم عليها وناضت بيناتهم معركه كبيره وبقى كيضرب فيها تشافي وخسر ليها وجهها كامل، وبسبب انه صحيح عليها قدر يغلبها. وفي الاخر هز واحد الشاقور وضربها به، وفي اخر لحظه قدرت تفادى الضربه وضربت تشافي بواحد المنجل صغير وغرساتو ليه في يدو وعلقاتو في الشجره وبدات تجبد ليه في مخو وتاكلو. وعودت ليه بانه وعدت ولدها تنتقم منه وتقتله. من جهه اخرى البوليس يوصل عند اليكس وفك ليها يده ومخرجها وكيتلاقى مع القتاله في الباب. هجمت عليه وبغات تقتلهم بواحد الشاقور، وفي الاخر قدرت اليكس تهز واحد الرمح وقتلتها به. من بعد هزوا طوموبيلتهم وخارجين من الغابه وكيتصدموا ملي كيلقاوها معرضه لهم في الطريق، وقدرات تعلق في الطوموبيل وتبقى مبرسطاهم. والبوليسي ما قدرش يسيطر على راسو وتقلبت الطوموبيل ودخلت في واحد الشجره والعافيه شاعله فيها. قدر براند يشوفهم ويجي يعاونهم ويخرجهم من الطوموبيل. في نفس الوقت بغات تهجم عليهم القتاله وقدر البوليسي يضربها بواحد المنجل راسها ويقتلها وهزها لاحها في الطوموبيل وطرطقات. من بعد ما عاونوا براند قرر البوليسي يعطيه فرصه ويهرب، وانه غادي يعاود البوليس ان براند مات هو وكاع المجرمين اللي كانوا معاه. وفي الصباح البوليس وصلوا وعاونوا البوليسي واليكس وداوهم معاهم. من بعد يومين رجع البوليسي للغابه ومشى للطوموبيل اللي فيها الفلوس، وكان براند عاس عليه وضربه بسهم القلب وقتله ومشى لعنده باش يسرق الفلوس ويهرب في حاله. وكنشوفوه واحد القتال باقي عايش وما ماتش ومشى لعند براند باش يقتلو وينتقم لعائلته.